القاهرة بتشبه دمشق، الأحياء القديمة بالحضارة اللي فيها. مسجد الحاكم بأمر الله. هذا اليوم شاركنا بالمشوار اللي هو سوسو. في شيء كتير مشهور هون يا جماعة، وهي كشات الحمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا جماعة؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم طالعين نصور فيديو جديد. بدي لكم تتابعوا الفيديو للآخر وشاركوا واعملوا لايك واكتبوا تعليق. أنا ملاحظ إنه ما في لايكات كتير على الفيديوهات اللي عم ننزلها، فحابب إنه هيك تحطوا لايكات عشان الفيديو يطلع ويظهر عند الناس والقناة تظهر كمان أكتر يا جماعة. ولا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وبحبكم كتير. فيديو اليوم حيكون عن أبواب القاهرة القديمة. طبعا انتم بتعرفوا انه القاهرة بتشبه دمشق، الأحياء القديمة بالحضارة اللي فيها. كل بلاد المسلمين في تشابه كتير بيناتهم، تمام. نفس اللي حكموا بمصر هن كانوا نفسهم عم يحكموا بسوريا، تمام. فلهيك بتلاقوا في تشابه كتير بالأحياء القديمة مع الأحياء الشامية القديمة اللي عندنا. في تشابه كبير بالشوارع بالكذا، بس بالبيوت مو مثل الشام، تمام. بالحارات ايه في مثل الشام، بس البيوت من جوا غير الشام، تمام. ما في مثلا نافورة او ما في مثلا بيوت حجر هذا الحجر الكبير مثل مثلا مو شايفين وراي، شايفين هذا الحجر. مو كل البيوت هيك. عندنا بسوريا بتلاقوا في بيوت حجر اسود وكذا ومدري شو، بس هون ما بتلاقوا هذا الشيء، تمام. هون اغلبه بتلاقوا في قلاع، في مساجد، في مسجد حاكم اللي راح نصوره اليوم. وحنصور لكم المكان يعني هيك نعطيكم صورة عن القاهرة القديمة كيف شكلها وكيف العالم هون، عجقة العالم يلي جاي تتفرج واللي جاي بدوامات من اسكندرية ومن محافظات تانية لحتى تشوف القاهرة القديمة وأحياء القاهرة القديمة ومساجدها. ومن أقدم هاي المساجد واللي هو مسجد الحاكم بأمر الله. وهذا المسجد بعود بناؤه لأكثر من 1000 سنة، 10 قرون. موقع المسجد حاليا بنهاية شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية على أطراف أسوار القاهرة القديمة. وصلنا لعند مسجد الحاكم بأمر الله. المكان هون مكان تاريخي قديم كثير من القرن العاشر الهجري. نصور المكان هون في باب الفتوح. هون مصر القديمة، يعني مصر أيام الملوك والسلاطين والتاريخ المصري. ويعد مسجد الحاكم بأمر الله هو رابع أقدم مساجد القاهرة، وثاني أكبر مسجد من حيث المساحة بعد مسجد ابن طولون. كان هذا المسجد يعتبر مدرسة وجامعة بنفس الوقت، وكان يدرس فيه العلوم الشرعية وباقي العلوم. وشارع المعز هو من أقدم الشوارع بالقاهرة، ويعتبر هذا الشارع وجهة سياحية لكثير من الناس يلي بتجي على القاهرة القديمة لحتى تشوف شوارعها وحضارتها. وأكثر شيء بيميز القاهرة القديمة هي الشوارع والأحياء القديمة والمساجد، لأنه في بمصر مساجد تاريخية كتير، ومنلاقي هون سور القاهرة. ويرجع تأسيس القاهرة لأكثر من 1000 سنة، حيث قام جوهر الصقلي ببناء أسوار القاهرة لحتى تكون القاهرة عاصمة للدولة الفاطمية بذلك العصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا جماعة؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. بتمنى لكم يوم سعيد وأيام حلوة. اليوم أنا نزلت لحتى أصور مسجد الحاكم بأمر الله. فلما اجيت لهون لحتى أصور صورت البوابة الخارجية والمكان، ولكن ما قدرت فوت وصور الجامع من جوا، ما قدرت فوت وصور المسجد من جوا لأنه ممنوع التصوير داخل المسجد. وتقريبا مسكرين المكان تبع صينية المسجد، ومكان صغير للصلاة بس، تمام. فدخلت صليت العصر وطلعت، وقلت بصور لكم المكان من الخارج كيف بيبان شكل المكان. ان شاء الله يعني تنحل هاي الامور تبع المساجد ونقدر نفوت ونصور داخل المساجد. نحن وقت عم نفوت ونصور عم نصور لنفرجي العالم الحضارة الإسلامية.
فبتمنى ان شاء الله يعني تنحل امور المساجد، تنفتح كلياتها والعالم تروح وتصلي، ونخلص من قصة الكورونا والحظر وهالقصص هي اللي عم تعصج كل شيء يعني، وعم تتعب الناس. في كثير ناس جاي مشان تفوت على الجامع، في كثير ناس جاي من مناطق بعيدة مشان تفوت تجي على هذا المكان وشوف المسجد، شوف آثار المسلمين بمصر. ومن آثار المسلمين بمصر مدينة القاهرة اللي قاموا بتأسيسها وبنائها وببناء المساجد فيها لحتى تكون شاهدة على الحضارة الإسلامية بمصر. السلام عليكم يا جماعة، وصلنا على المكان اللي بتشوفون عليه، هي البوابة الخارجية. في حدا اليوم شاركنا بالمشوار اللي هو سعيد سوسو، جاي مشان نشوف الأماكن هاي، ومنهم تكون ذكرى لقدام بس تكبر تشوف هاي الفيديوهات وهي القصص. ومنشوف حوالين سور القاهرة كتير بواب، من بين هي البواب باب الفتوح اللي سمي بهذا الاسم لما الجيوش بترجع من الحرب أو بتطلع لتحارب، بتدخل من هذا الباب وبتخرج من هذا الباب لحتى تقوم بالغزوات والحروب وترجع منتصرة بإذن الله. ان شاء الله يا جماعه المرحله الجايه حيكون فيها فيديوهات كثير، حنصور كثير قصص. انا بصراحه كنت فايت بفكره اني نصور المساجد بالقاهره، ولكن لقيت انه اغلب المساجد ما بقدر اصور فيها، المساجد التاريخيه واللي فيها مناطق اثريه وكذا ما بقدر اصور فيها لانه التصوير فيها ممنوع. فممكن غير الخطه تبعي، ممكن تكمل الخطه تبعي اني نصور المساجد، اعمل سلسله على رمضان. ولكن إذا ما عملت سلسلة على رمضان رح نزل هي المقاطع والتصوير الجوامع اللي عم صوره حاليا خلال شهر رمضان بإذن الله تعالى. ورمضان مبارك علينا وعليكم، وكل عام وأنتم بخير. قرب العيد وصرنا بنص شهر رمضان، إن شاء الله يعني يكون هذا شهر خير وبركة على الجميع. ومثل ما بتعرفوا يا جماعة رح نكمل حكي عن باب النصر. باب النصر يلي موجود بالقرب من باب الفتوح، وكمان باب الفتوح وباب النصر هن من الأبواب يلي بتدخل وبتخرج من الجيوش، وهدول أكتر أبواب معروفين بالقاهرة. في أبواب تاني مثل خان الخليل وأبواب كثير ما راح أعد الأبواب لأنه كتار وكل باب بمكان حسب الاتجاهات. ولكن مدينة القاهرة هي من أكبر المدن بعصرها، واللي بيقرأ بتاريخ مصر والقاهرة بيلاقي إنه مصر مرت بفترات كتير من الحكم، وكان الحكم متنوع، سلاطين وخلفاء وولاة وكتير حكام حكموا مصر. ورغم كل هيك ظلت القاهرة عاصمة الجمال والحضارة. في شيء كتير مشهور هون يا جماعة، وهي كشات الحمام. تمام، شوف كشة الحمام هاي العالية، وشوف الكشة شلون عم تطير وتهدي، يعني مثل عنا بسوريا فرد شكل، بس هي ما بعرف آلة أو شيء غير اللي عنا يعني. العالم الحميماتية بيعرفوا هذا الشيء اللي عم بيصير يا جماعة. مصر القديمة هي الشام القديمة، ما فرقت كثير. شوفوا منظر الغروب، الشمس عم تغرب هلا. اوكي يا جماعه، لهون بكون خلص الفيديو تبعنا. بتمنى تعملوا لايك، تشتركوا بالقناه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا وحبيتوا اللي شفتوه، ان شاء الله تكونوا يعني هيك دائما مبسوطين. وبتمنى اللي بيجي على مصر يزور هاي الاماكن اللي عم صورها. انا صورت كثير مناطق بمصر، عم صور كل شيء بقدر اصوره لحتى اورجيكم الجو، اورجيكم الاجواء، اورجيكم الحياه، اورجيكم العالم، اورجيكم الوش الحلو لمصر. يعني اللي بتشوفوه بالافلام مو مثل اللي بتشوفوه على ارض الواقع، في كثير شغلات حلوه. بنهاية الفيديو بدكم لا تنسوا تعملوا لايك يا جماعة، انه اللايكات بتعلي الفيديو ويصير عالم بتشوفه. انتوا حطيتوا لايك الفيديو بيطلع عند العالم، وانا شايفين القناة تبعي يعني بدي يظهر الفيديو عند العالم، بدي العالم تشوف اكتر، بدي يجي متابعين اكتر ويجي ناس ما بتعرف هذا الشيء، المحتوى اللي انا عم صوره يظهر عند عالم تاني. اذا انتم حابين المحتوى وانتم حابين شايفين التصوير حلو وشايفين الحكي حلو ومفيد، بتمنى يعني انه انتم تشتركوا
وتعطونا رأيكم بالفيديوهات، تكتبوا تعليقات حلوة، وحتى لو كانت تعليقات سلبية عن التصوير، عن الحكي، عن الكذا، أنا بتقبل أي تعليق سلبي. عم صور فيديوهات هلا، بس صعوبة المونتاج عم تخليني اتأخر شوي بالتنزيل، لأنه بتعرفوا إنه أنا عم منتج لحالي ونزل لحالي وأنا صورة غلاف لحالي، فالموضوع إنه بياكل شوية وقت، وكمان أنا عندي شغل غير الشغل اليوتيوب، بس هيك عم حاول إني أوفق بين الاثنين بإذن الله. بحبكم وخاطبكم ومع السلامة والسلام عليكم، بتمنى لكم أيام حلوة. سلام.